بخارة اللحمة او طاجن اللحمة، حتة لحمة دايبة مع شوية عيش، حاجة اللي هم بارك تجنن. يلا بينا بسرعة نبدأ في الوصفة. هنجيب حلة على النار ومعلقة من السمنة البلدي. اللحمة هنا احنا عايزين نديها صدمة علشان ما تنزلش الدم اللي فيها. اول لما اللون هيغير من تحت هنقلبها الناحية التانية. البهارات اللي احنا هنستخدمها شوية فلفل اسود، ورق لورا، وحبهان. الملح هنحطه في الاخر خالص بعد ما اللحمة تستوي. هنجيب بقى شوية بصل كده محترمين، ما تقلقوش خالص هيدوب مع اللحمة. ونقطع طماطمتين بس مكعبات صغيرة، وشوية جزر، وربع كوباية مية، نسيبها على نار هادية تستوي. هنا بقى العيش كوبايه من الدقيق، وكمان كوبايه الا ربع من الميه، معلقتين من الزيت، خميره، وشويه بيكنج باودر. نسيبها تخمر. هنا اللحمه استوت معانا. هنضيف بقى شويه الملح، وكمان فلفل رومي، ومعلقه من الصلصه. الفلفل الرومي بنحطه في الاخر عشان احنا مش عايزينه يتهري قوي. هنا اللحمه خلاص استوت جدا معانا. هنجيب الطاجن بتاعنا وهندخلها الفرن، نشغل الشوايه بس لحد لما تاخد اللون الحلو دوت اللي انتوا شايفينه. عايزين بقى تحطوا لها فحمايه، ممكن تحطوا لها فحمايه هنا، بتديها طعم حلو جدا. هنجيب العيش وهنفرده بسمك 2 سنتي، وبعد كده هنحطه على وش الطاجن، وهنحاول احنا نساوي كده الاطراف بتاعته. هندهن صفار بيض، شويه حبه البركه، وشويه سمسم، وهندخله الفرن لمده 10 دقايق لحد لما الخبز كده يستوي معانا وياخد لون حلو. او ممكن تشغلوا الشوايه لمده 5 دقايق، هتلاقوا برضو العيش استوى معانا. بص حاجه كده اللي هم بارك تتجنن، والريحه مش قادره اقول لكم عامله ازاي، وطعم اللحمه حلو جدا. لازم تجربوها، واكتبوا رايكم في الكومنتات، وباي باي.